الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فعباد الرحمن يعرفون قدر الليل، وذلك سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأرجاهم وأعبدهم لله وأعرفهم لله جل جلاله، كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لذلك ومع ذلك يكون قائما أمام رب العالمين في طوال الليل، بل يكرر آية واحدة في الليل كلها وفي ليلة من الليالي، كما قالت عائشة رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه ليصلي ما كتب له من قيامه، فقام عليه السلام وبدأ يتلو كلام الله جل جلاله ويردد إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الكريم، إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الكريم، حتى أصبح. ويكرر كذلك في ليلة من الليالي آية واحدة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يكرر هذه الآية ويبكي بكاء شديدا عليه الصلاة والسلام وبأبي وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه. دخل عليه بلال ليخبره عن قرب الفجر وعن قرب آذان الفجر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باك، فقال له يا رسول الله لمن أنت لأمي ما الذي يبكي؟ قال عليه الصلاة والسلام ولماذا لا أبكي وقد أنزل علينا الليلة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويل لمن قالها ولم يتفكر بها، وكم مرات نتلوها ولم نتفكر فيها. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الصائمين القائمين الذين يتلون كلام الله آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا.